القتالية لوحدات القطاع بما في ذلك الشبكة الميدانية للتزويد بالوقود. كما يهدف هذا التمرين أيضا إلى تدريب القادة والأركانات على تصور وتنفيذ العمليات وتطوير معارفهم في التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ ووضعهم في جو المعركة الحقيقية. مستوى التخطيط أو التنفيذ، ويعكس الكفاءة العالية للإدارات في مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية، ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف التجهيزات أبناؤنا وأبناؤنا، قولوا لهم نحن لا ننكث القسم. وبمواظبة نيران مدافع العربات هذا التمرين التكتيكي. إذن مشاهدينا، كما تابعتم طبعا هذا التمرين التكتيكي طبعا يهدف إلى تدريب القادة والأركانات على التصور وتنفيذ العمليات وتطوير معارفهم في التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ ووضعهم في جو المعركة الحقيقية. الذي نفذ طبعا هذا التمرين بالقطاع العملياتي شمال شرق إنام الناس بالناحية العسكرية الرابعة، والغاية منه هي اختبار الجاهزية القتالية لوحدات القطاع. ما يظل حبك في دمي، لا ولا الأحيد ولا الأمين، وفي أماكن صعبة الوصول إليها، وسائل الإخراج وبها قواتنا وكذا كفاءة إنشائها وليعلم أي معتد أننا في الجيش لا نرضى التشميس، فكل من يبغي اعوجاجا رجمنا. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا التمرين التكتيكي القطاعي نعم بالذخيرة الحية إعصار 2
2022 بالناحية أو نعم الناحية العسكرية الرابعة، وتحديدا بالقطاع العملياتي شمال شرق إن أمناس. الغاية منه اختبار الجاهزية القتالية لوحدات القطاع بما في ذلك الشبكة الميدانية التزودي بالوقود.